السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كي نقولوا الصيف والسخانه نقولوا لاكريم، نقولوا العصائر، الشربات. وانا جبت لكم في هذا الفيديو شربات باناشي بذوق لاكريم، يعني اثنين في واحد، بنة الشربات وكذلك بنة لاكريم في هذا العصير ولا هذا الشربات الرائع جدا. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله. نجيو هنا حبيباتي نحتاجو لتر ونصف من الماء يكون بارد مليح كيما راكم تشوفوا. بالنسبه لهذا الشربات صدقوني من اروع ما يكون. بنة لاكريم في هذا الشربات اللي هي شربات باناشي، قوه في البنه، تبرد لكم على خاطركم وقلوبكم في هذا الصيف باذن الرحمن. كيما راكم تشوفوا الكيفيه جد سهله، مقادير بسيطه جدا وثم تكمليها، يعني 2 دقائق وانت كملتيها. عندي هنايا لتر ونصف من الماء، ماذا بكم يكون بارد. عندي كاس تاع سكر، سعه الكاس 220 مليلتر. وعندي كاس تاع الحليب. ماذا بكم السوائل تكون باردة هكا باش العصير تاعكم ثم تتناولوه، ولا يعني تحضروه وتحطوه مباشرة في الثلاجة يبرد. عندي هنايا 2 ملاعق كبيرة تاع بودرة لاشونتي، اللي رايحة تعطيني هذيك الرغوة في الشربة باناشي تاعنا. تعطيكم واحد الرغوه واش نقول لكم ولا اروع. ونضيفوا هنايا، شوفوا هنا حبيباتي، لاسيد سيتريك ولا حمض الليمون. أنا هنا قربت لكم في الصورة، راه شويه يشبه للسكر. كيما راكم تشوفوا ندي نصف ملعقه متوسطه، ولا تديو ملعقه صغيره. اذا درتو بالصغيره كامل ديروا ملعقه، واذا درتو المتوسطه ديروا نصف ملعقه. يعني كما كنتو تشوفوا نخلط كلش مع بعضه. ونحتاج هنا لا باتاغون بذوق الليمون. كما تقدروا تعوضوها بمستحلب الليمون، يعني ديروا ملعقه كبيره كسوسوا، ديروا مستحلب الليمون هذاك اللي يجي اللون تاعو اصفر، ولا ديروا هذا لا باتاغون. بالنسبه لاباتارون ولا سيتريك راهم يتباعوا في محلات بيع لوازم الحلويات. بالنسبه لاباتارون لا دوزه ويدير لكم ب10000، وبالنسبه لاسيتريك اشري وقيس 5000 يعطيكم كميه الله يبارك. هذه يا حبيباتي المقادير ولا المكونات تاع الشربة باناشي تاعنا اللي تبرد على الخاطر. ونجيبو هنا يا حبيباتي لو بغا ميكسور ونبداو نميكسيو جيدا في الشربات تاعنا. شوفوا هنا حبيباتي قد ما تميكسيو تطلع معاكم هذيك الرغوه، اللي هي يعني اللي دارت لنا هذيك الرغوه هي بودره لا شونتي، تعطيكم واحد القوام واش نقول لكم وبنه رائعه جدا. بالنسبه لهذا الشربات يقدموها في افخم المطاعم وكذلك الفنادق، راهو يتحط بمبالغ جد باهظه. حضروا نتوما في الدار. كما كنتو تشوفوا مقادير قليله بزاف، ما فيهاش يعني ليمون ولا فواكه ولا وعصير من اروع ما يكون، يبرد على الخاطر. ويعني رايحه نوصف لكم الذوق تاعو ما بين الشربات، يعني النكهه تاع الشربات اللي متعودين عليها، وكذلك نكهه لا كريم بذوق الليمون، يعني وتخلطت مع بعضها. شوفوا هنا حبيباتي بعد ما ميكسيت جيدا وطلعت لي ذيك الرغوه، عاود صبيته هنايا في الريسيبيون باش نكمل التصوير وتشوفوا يعني الرغوه اللي تحصلنا عليها. شوفوا هنا حبيباتي بالنسبه فقط اللون تاعو راهو اصفر، دوك تشوفوا في المقطع الاخير كما كنتو ثاني شفتوا في المقطع الاول. هنا فقط يعني كاينه واحد الزاويه تاع الاضاءه تولي تبين اللون وكانه رايح شويه للفار، ولكن اللون تاعو راهو اصفر. فقط تبعوا المقطع الاخير، كنت قربت الصوره يعني صورت من زاويه واحده اخرى، وكان عطاني اللون تاعو اللي هو اصفر ما شاء الله. وقدمته هنا حبيباتي تقدموه بارد. كسوسوا ديروا الماء ولا والحليب يكونوا باردين في الاول باش تتناولوه ثم، ولا تحضروه وتحطوه في الثلاجه قد ما خليتوه يبرد قد ما يعطيكم واحد البنه صدقوني ولا اروع. نتمنى فقط تجربوه تبردوا خاطركم وقلوبكم في هذا الصيف. بنه العكريم واش نقول لكم حاضره بزاف بزاف في هذا الوصفه تاع الشاب تبرد على الخاطر. نتمنى حبيباتي وصفتي لنهار اليوم تكون عجبتكم، ما تبخلوش عليا باللايك. شوفوا هنا اللون تاعو كيفاش راه اصفر ما شاء الله، يبرد القلب في هذا الصخانه. نتمنى حبيباتي وصفتي لنهار اليوم تكون عجبتكم، ما تبخلوش عليا باللايك للفيديو والاشتراك في القناه هكا باش يوصلكم جديد الوصفات. كنت حطيت لكم وصفات ايس كريم ولا اروع. اتهلاو لي في رواحكم، نلتقي في وصفه اخرى، سلام.